يا مساء الفل عليكم. احنا بلد ال100 مليون دكتور ومهندس واخصائي نفسي ودكتور وفكهاني ومبلط وكل الشغلانات هتلاقيها احنا موجودين فيها. ليه احنا بلد ال100 مليون دكتور وب100 مليون مهندس و100 مليون اخصائي؟ عندنا اعتقاد ان احنا لما نقول رأينا في كل حاجة حتى لو ما بنفهمش فيها يبقى احنا كده ناس بتفهم. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ اللي حصل انه الاسبوع اللي قبل اللي فات تقريبا حصلت ما يسمى بالمعجزه. المعجزه دي عملتها العذراء في كنيسه في عزبه النخل، وطلع حوالي 3 فرق. واحد بيقول انه ما حصلتش، وناس تانية بتقول حصلت، وناس تالتة بتقول يعني هي العذراء سابت كل الناس التعبانة دي ومسكت في الراجل ده عشان تقومه. هو المشلول الوحيد؟ هو التعبان الوحيد؟ هو الموجوع الوحيد؟ أكيد لأ. عايزين نعرف ايه اللي حصل؟ يلا نبدأ. الناس اللي بتقول إن هي معجزة أكيد عندها ما يثبت، والناس اللي بتقول إنها مش معجزة أكيد جابوا ما يثبت، والناس اللي بتقول إن هي تعبانة ودي مجرد أسئلة، وده من حق كل مواطن إن هو يسأل الأسئلة دي. هي معجزة ولا مش هي معجزة؟ أنا مش طالعة عشان أقول لكم إذا كانت معجزة ولا مش معجزة، أنا طالعة أفند البنود بتاعة الأحداث بتاعة المعجزة عشان كل واحد في حضراتكم يعرف إزاي يفند الكلام في دماغه ويكون رأي خاص بيه. ودي وظيفتي. أنا مش طالعة أملي عليك رأيي زي مرتزقة السوشيال ميديا، وانتوا عارفين أنا أكيد بتكلم على مين، على الاتنين اللي طالع لنا في المقدر اليومين دول، وسميتهم مرتزقة السوشيال ميديا لأن هم حقيقي ملهمش حاجة يعملوها يا حرام غير إن هم يقعدوا على السوشيال ميديا ينتقدوا الدين المغاير ليهم علشان يقولوا انه مش حقيقي او يثبتوا عدم صحته. معجزة ولا مش معجزة؟ طيب ما تيجي نعرف ايه هي المعجزة واحدة واحدة. هل هي المعجزة الحاجات اللي بتحصل كل يوم، ولا المعجزة الحاجات الخارقة للطبيعة؟ لو المعجزة الحاجات الخارقة للطبيعة يبقى احنا في معجزة. طب ما هو في دكاترة بيقولوا انها مش معجزة، وفي دكاترة تاني قالوا ان هي معجزه. انا اتفرجت على كذا حد لقيتهم بيقولوا في دكاتره بتقول انها معجزه وفي دكاتره بتقول انها مش معجزه. يعني حتى الدكاتره اصحاب التخصصات مختلفين اذا كانت معجزه ولا مش معجزه. طيب رقم 2، فرضا انها تمثيليه زي ما في ناس بتقول، هيحصل ايه؟ ولا حاجه. انت هتتصدم، بعد ما تتصدم ان شاء الله تجيلي نعالجك، ما فيهاش مشكله من اثار ما بعد الصدمه وخلاص. ليه؟ لانه اللي بيقول الكلام دوت شخص ليه فاليو، ليه قيمه في المكان بتاعه، وكلامه بيتسمع وبيتكلم في الغالب باسم ربنا. فرضا انها تمثيليه وانها مش حقيقه. طيب الناس اللي بتقول انها حقيقه، لو الدكاتره اختلفوا احنا اللي هنوصف؟ احنا محتاجين نفكر. الدكاتره اختلفوا على التوصيف. في ناس بتقول لك لا ده عند 80 مليون مواطن الديسك، وفي ناس تانية تقول لك لا هو كان عنده شلل رباعي فعلا. والاثنين اللي سمعتهم او 3 اللي سمعتهم كانوا دكاتره. في ناس بتقول لك لا في حاجات بتقوم فجاه كده واصل ممكن يخف فجاه. ماشي يا سيدي خلاص تمام. بصوا كلكم صح، احنا كلكم صح. المهم ان الراجل ده قعد 7 سنين لا بيقوم ولا بيتحرك وماشي على كرسي طول الوقت، حتى فرح ابنه كان حاضره على كرسي. طيب احنا مش في وصف انها معجزة ولا مش معجزة، احنا بنحلل كل الاطراف بيقولوا ايه. لو فرضا انها معجزة، المعجزات بتقول لنا انه لسه في حاجة حلوة بتحصل، انه لسه ربنا بيعمل حاجات حلوة، انه لسه في حاجة بتحصل تخرجنا من الضغوط اللي احنا فيها وتقول انه ربنا لسه موجود. دي لو فرضا انها معجزه. طيب المعجزات عاده بتقول لنا ايه؟ المعجزات ملهاش علاقه بالايمان، وده معظم الناس قالت الكلام دوت. انا ما بقولش حاجه جديده، معظم الناس قالت الكلام دوت. خلينا نسال السؤال، هل المعجزه لها علاقه بايماني؟ المفترض انه لا. وده ناس كتير قالوا الكلام ده، انه المعجزه ملهاش علاقه بالايمان. ليه؟ لانه الايمان حاجه مش متشافه، حاجة أمور لا ترى. وما أنت بتؤمن بإيه؟ ما هي لو بقت ملموسة وبقت في الواقع ما بقتش إيمان، بقت ملموسة، بقت واقع. أنت لمسه، أنت شايفه بعينك. لكن لو هو إيمان يبقى أنت مش شايفه،
لها علاقة بالإيمان؟ المعجزة ملهاش علاقة إطلاقا بالإيمان. لو إيماننا مبني على معجزات كان زماننا دلوقتي رايحين في الوباء. الإيمان مش مبني على معجزات. المعجزات بتقول أو بتدعم الإيمان، أو بتسند، أو بتشجع، أو بتدي إحساس كده إنه الله في حاجة حلوة. أنا لما سمعت بالمعجزة أنا كان عندي كورس، ولا كنت فاكرة حاجة ولا شايفة حاجة ولا أي حاجة. لقيت الناس بتكلمني وتقول لي الدنيا قايمة. في إيه يا جماعة؟ مفيش أي حاجة على فكرة. أنا سمعت عن المعجزة، ابتسمت وانبسطت للمعجزة، وبعدين نقطة. خلاص المعجزة خلصت بالنسبة لي. لا دعمت ولا عملت ولا فرحت لها، فقط لغير فرحت انه في حاجة حلوة بتجرى، لكن اكتر من كده ما حصلش جوايا اي حاجة. دعم ايماني؟ لا. قلل ايماني؟ برضو لا. جاوب على الاسئلة اللي احنا مش عارفين نجاوب عليها؟ لا برضو. طيب الناس اللي بتقول انه العذراء سابت كل الناس المتألمة وتعبانة وراحت عملت للراجل الاستاذ عادل، لا. احنا اللي نتدخل في الحتة دي، لان دي امور تخص الله وحده. هو اللي يحدد امتى فلان يحصل له معجزة امتى فلان ما يحصلوش معجزة. حاجة ما تخصناش على الاطلاق. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. واحد من تلاميذ المسيح نفسه شك في المعجزة بتاعته، شك ان هو قال ان ما حطيتش صباعي جوه جنبه لا أؤمن. فالمسيح قال له كن مؤمن ولا تكن غير مؤمن، طوبى لمن آمنوا ولم يروا. المسيح طوب الناس التي آمنت ولم ترى، مش الناس اللي بتؤمن بأدلة وإثباتات و يعني أنت كشخص مؤمن أو مش مؤمن مش هتفرق معاك في الإيمان في حاجة. كمان أنت لو أنت المعجزة هي اللي هتخليك تؤمن، أقولك ما تؤمنش، لانك عاجلا ام اجلا هتسيب الحته اللي انت امنت بيها. ليه؟ لانها كانت مبنيه على حاجه مش بتاعتك اساسا. انت ما تعبتش فيها، ما شفتهاش، ما عملتهاش، ما دورتش، ما حسيتهاش، فانت شفت فامنت. طب يبقى انت بتشوف، لما بتشوف بتؤمن، يبقى انت مش مؤمن، وده مش ايمان. الايمان يدعم، تنبسط بالمعجزات اللي ربنا بيعملها، دي حاجه حلوه، بس خلاص خلصت الموضوع ده كده. اخر حاجه هقولها، اتعلم تفرح بالحاجات الحلوه اللي بتحصل حوالينا. اتعلم يبقى ليك ايمان واقع، ايمان. اتعلم يبقى ليك ايمان حقيقي جواك بعيدا عن الحاجات الملموسه علشان ما تقعش عاجلا ام اجلا. كمان انبسط وافرح بالحاجات دي لان هي حلوه، حاجه حلوه تخرجنا من الضغوط. خليك دايما فاكر ان المعجزه الحقيقيه هو ايمانك، مش المعجزة الخارقة للطبيعة. هو إيمانك إنك بتؤمن بحاجة مش شايفها، إنك بتؤمن بحاجة ومكرس حياتك ليها. الوقائع اللي في إيديك قليلة، فلازم تبقى فاهم أنت بتفكر في إيه. إيمانك هو معجزة حقيقية، صحيانك الصبح معجزة حقيقية، تعافي ناس حواليك معجزة حقيقية. لما باجي مني دلوقتي موجودة في مجتمع فيه مدمنين متعافيين، قد ايه دي معجزة في حد ذاتها، انه تشوف ناس بتمشي سكة وتتعب وتعمل حاجات خارقة للطبيعة علشان خاطر انها تقوم من مكانها وتقوم من التعب والألم والوجع اللي هي كانت عايشة فيه. دي معجزة حقيقية. اتعلم تشوف معجزة حقيقية في حياتك. ايه هي المعجزات اللي موجودة في حياتك؟ دي من ضمن المعجزات، واولهم انت شخصيا اللي بتؤمن بيه، ده معجزة في حد ذاتها. كفاية أحكام على بعض. الناس اللي بتقول إنه هو مريض نفسي، طب ما عالجتهوش ليه؟ عرفت منين إنه مريض؟ درست كم حاجة عشان تعرف إنه مريض؟ فهمت إزاي إنه مريض؟ درست إيه؟ دورت إمتى؟ ولا عملت حكمك الخاص من السوشيال ميديا؟ اقروا وتعلموا، بلاش يبقى حكمك مبني على المشاعر اللي جايه لك من السوشيال ميديا، واللي فيها زي مرتزقة السوشيال ميديا ناس بتملي عليك انك تفكر بطريقة معينة. اتعلم تفند المواضيع وتفكر في المواضيع وتدور على المعاني الحلوة للمواضيع المفرقعة. سيبك من كل الفرقعة دي. ايه الموضوع الحلو في الموضوع؟ هو انت شخصيا، انت الشخص اللي مفترض تفرح بيه، لانك انت معجزة حقيقية في وسط عالم صعب.
لو لسه عندك ايمان يبقى انت عندك معجزه، بس انت مش شايفها، لان احنا دورنا على الحاجات الخارقه للطبيعه. كفايه احكام على بعض. لو انت مستني حاجه من الفيديو ده غير كده هتبقى غلطان، لان انا مش هملي عليك واكون زي المرتزقه اللي بتملي عليك حاجه معينه. سلام، اشوفكم الحلقه اللي جايه مع المعجزه الحقيقيه في حياتنا، في فيديو تاني عن المعجزه الحقيقيه في حياتنا، وهستناكم المره اللي جايه. انت من اول مره تشوفني بليز اعمل فولو لو انت بتسمعني على انستجرام او فيسبوك، ولو انت بتسمعني على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لانه ده هيدعمني كتير. سلام، اشوفكم الحلقه اللي جايه.